قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تقدمة الجرح والتعديل: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. يقول رحمه الله: حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم. قال: فسألته عن عقبة بن عبد الغافر، أبوه في النزع وابنه لا يعلم. قال: فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام له صحبة؟ فقال برأسه: لا. قال: فلم أقنع منه فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: فقلت له: فهمت عني له صحبة وهو في النزع رحمه الله؟ قال: هو تابعي. يقول ابن أبي حاتم: قلت: فكان سيد عمله، يعني جهده وعمله طوال وقته، معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته رحمه الله وغفر له، ومن مات على شيء بعث عليه.